كافر إن فهم معنى ما يقول وقصد معنى ما يقول ويفعل ونادى بذلك. أما إن لم يفهم فهو من الجاهلين الذين لا يؤبه بهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يعني ماذا تقول فيه؟ يعني إن استحل، هل هذه المسألة يدخل في مسائل الاستحلال؟ أي مسألة؟ مسألة حكم بغير ما أنزل الله في هذه الآية. لا يحل لأحد أن يحكم بغير ما أنزل الله ولو كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يحل عليه. نعم لا يحل، بمعنى أنه لا يحل أنه مخرج من الملة أو هو داخل أو كيف يعني، أو إذا استحل يخرج من الملة. نعم إذا استحل ذلك خرج من الملة. ولكن لم يستحل، ماذا يكون حاله؟ له عدة أحوال، ربما يكون جاهلا، ربما يكون غافلا، ربما يكون سكرانا، ربما يكون كذا كذا إلى آخره. كل إنسان وله حالة لابد أن تفهم لشخصه. نعم نعم نعم. لابد أن نطلع يعني موانع التكفير، موانعه وشروطه. وبعد يعني هل الجهل، أنت ذكرت هنا الجهل، هل الجهل من موانع التكفير؟ نعم. نعم، تقول أن الجهل هو من موانع التكفير. لا أقول، وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم هو من علم. ماذا علمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إن كان جاهلا أو ناسيا أو ما إلى ذلك من الأحكام التي تعتري الإنسانية فإنه لا يؤبه بما يقول ولا يحكم عليه بما يقول. يعني فهو عام، أنت تقصد أنه عام في كل المسائل. اللي هو إيه؟ يعني هذا الجهل هو عام في كل المسائل. لا الشرعية. لا طبعا. يعني هل يعذر إنسان بالجهل في أن الله واحد أو اثنان أو ثلاثة؟ لا طبعا. لا. هل يعذر إنسان في المعلوم من الدين بالضرورة على العموم؟ لا يعذر. ولكن في هذه المسألة هل هو يعذر بالجهل؟ المسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ألو، هل تسمعني دكتور؟ ألو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. در این مسئله گفتن جواب نمیکنیم، انشاءالله که داخلش هم باید صحبت میکنم، چون که گفت دیگر این دکتر دور آمد که خیلی خوشبه صحبت میکردم، لیکن والله اعلم اصلا. السلام عليكم ورحمة الله. مثلا عذر بالجهل بكان ترجيكات توقف كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أبو محمد حياك الله. حياك الله. أحسن الله عليكم. نوتلاق عبد الله میموده که میموده که خدش مصیبت میکردیم. بهترین برادر، بهترین. الله بارک فیک. خیلی خوب سوال جواب کردید. لیکن من گوش کردم یک چند نکته هایی که ضعف داشت و در همون جا کمی مشکلی را ایجاد کرد. این یکی از نکته ها بود که میگوید که هر کسی که به حکم غیر خودش باز صحبت بکنه دوام صحبت. الو دكتور، عفوا عن انقطاع النت.
شوف يا أخي، لا يعذر بالجهل فيما علم من الدين بالضرورة، هذه قاعدة عامة. ومما علم من الدين بالضرورة الإيمانيات والمحرمات على اختلافها والواجبات والحدود، كذا ما اشتهر بين المسلمين من حله أو حرام. أما من لم يشهر، من لا يكون مشهورا فيعذر الإنسان فيه. يعني ولكن بالضبط هذه الآية أو في هذه المسألة أنا أريد يعني أخص يعني أن تجيبنا في هذه المسألة اللي هي الكفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. نعم. هل يعذر بالجهل أو لم يعذر؟ لا يعذر. لا يعذر. يعني إذن يعني قرارك أنه لا يعذر. قراري ليس قراري. ليس قرارك، ولكن بإطلاعك الكتب لا أقول أنك يعني تقول من عندك، ولكن أقول بما اطلعت وبما فهمت أو ما تعتقد به. وماذا تقول؟ قال بعض العلماء إن استحل، يعني أنت تعرف هذه المسائل يعني مثلا نعم لها معنى. نعم. مثلا إذا كان حكما شرعيا دارا إسلاميا وهناك القضاة، مثلا نقول القاضي يحكم بما أنزل الله، القاضي شرعي، ولكن يخرج من حكم الله، فماذا حاله؟ لا يصح. بسبب الهوى غلبت عليه. بسبب الايه؟ بسبب الهوى او بسبب الغش. ماذا تقول في حاله؟ انه يحكم بغير ما انزل الله، يعني من تلقاء نفسه. شوف يا اخي، كل من حكم بغير ما انزل الله فهو خطأ، ولا يعذر في هذا بجهل، فإن الذي أراد أن يكون قاضيا لابد أن يتعلم القضاء، ومن قضى دون أن يتعلم القضاء ضر نفسه في دينه وضر غيره في دمائهم وأموالهم وأعراضهم ودينهم. فلا يعذر القاضي بجهل أو بجهله عن الحكم، فما بالك بمن هو أعلى. هذا من جهة أخرى. بمثال عملي، من شرب الخمر ثم قال أني لا أعلم أنه حرام، يعذر بجهله أم لا؟ لا يعذر. لما؟ لأن الخمر مشتهر بين المسلمين وغير المسلمين أنه حرام عند المسلمين. فما بالك بما هو أعلى كالتوحيد والإيمان بالله والحكم ما أنزل الله إلى ذلك. ومن ذلك حاتم الطائي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي يقرأ آية سورة التوبة: لقد كفر الذين قالوا إن الله لا عفوا آية التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ذكرني. أي آية؟ أي آية تقصد يعني؟ اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. أيوة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا ويحلوا؟ قال نعم. قال ألم تفعلوا؟ قال نعم. قال فهذا هو اتخاذكم لهم أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله. هكذا قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في السنة عنه صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. في تفسير ابن كثير يعني كما قلت يعني هذا الموجود. نعم. صح ما تقوله، صحيح ما تقوله، ما شاء الله. تفهم ما قلته؟ نعم، يعني بعض العلماء يقولوا باستحلال، يعني
من حكم بغير ما أنزل الله واستحل فهو مخرج، يعني يخرج بذلك من دين الله ويكون حكمه حكم الكفر الأكبر. فماذا تقول فيما يقول بعض العلماء؟ لا أخص يعني من هو، ولكن بالعموم. شوف يا أخي، من حكم بغير ما أنزل الله، القاضي إذا حكم بغير ما أنزل الله واستحل ذلك هذا ظاهر الكفر للكل. أما القاضي الذي حكم بغير ما أنزل الله ولم يستحل لكنه خايف أو ما إلى ذلك فهو على باب عظيم من الكفر، وهو كذلك لأنه حكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. وهذا معلوم عند العلماء، ربما الناس لا تعرفه أما العلماء فيعرفونه. إذا حكم بغير ما أنزل الله مطلقا، يا أخي الإنسان إذا حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة، القاضي إذا حكم بغير ما أنزل الله في مسألة واحدة وخالف، سواء فاهم أو مش فاهم، يعلم أو لا يعلم، مستحيل أو غير مستحيل، لا يحل شرعا، يكون قد فعل جرما عظيما يجب عليه أن يتوب إلى الله. نعم. فهل يستتاب؟ نعم. كل من أشرك بالله أو كفر بالله أو فعل أي سيئة لو كانت الكفر له أن يتوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم، أو عفوا، وقال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في الآية الأخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها فيما أخرج الإمام أحمد في مسنده: إن الدواوين عند الله ثلاث، يعني من مات مشركا وقابل الله بشرك فإن الله يعذبه في النار ولا يبالي، أما من أشرك وأراد أن يتوب فإن الله يقبل منه، ومن كفر وأراد أن يتوب فإن الله يقبل منه، وهكذا. نعم نعم نعم، مفهوم. بارك الله فيكم. من أشرك ومن كفر وأراد أن يتوب ولكن ما تاب ومات، ما حكمه؟ مات ولم يتب من شرك. مات ولم يتوب ولكن أراد التوبة ولكن ما تاب، كان عنده الإرادة ولكن ما قصد الفعل وما فعل الفعل. نعم، هذا قال فيه العلماء أمره إلى الله عز وجل، واستدلوا عليه بحديث البخاري بقوله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم جاء أراد التوبة. الحديث هل تعرفونه أم أقصه؟ أنا عارفه، ولكن هذا ليس في كفر الأكبر ولا في الشرك الأكبر، وهذا في كبائر الذنوب من أكبر الكبائر، ولكن ليس في أصول الدين. أنت تسأل عن أراد أن يتوب لكن لم يلحق. شوف لو سمحت، أنت قلت في كلامك إن الكافر والمشرك إذا مات وما تاب وما أراد التوبة أن الله يعذب يوم القيامة ولا يبالي. وقلت في آخر الكلام: ولكن إذا أراد، لو سمح، شوف، إذا أراد التوبة المشرك فعل الشرك وفعل الكفر الأكبر الظاهر، فعل الكفر والشرك، ما تاب ولكن أراد الكفر. أنت قلت إذا أراد الكفر أن الله سبحانه وتعالى يمتحنه، قلت هذا؟ لا أقول لك تاني، اسمعني مني. المسلم إذا أشرك أو كفر ثم أراد التوبة وتاب إلى الله هذا له حكم. الكافر إذا أشرك وكفر بالله وهو كافر لكن كفر بالله وأراد أن يتوب فله حكم. هل تعلم ما أقول؟ أيوة، فرق الحكم بينهم. أنت تقول أن المسلم أو الكافر، دقيقة لو سمحت حتى نفهم. أن الرجل هو مسلم فعل كفر الأكبر وفعل الشرك الأكبر، ما تاب ولكن أراد التوبة ومات ولم يتوب، ومات ولن يتوب، ومات وهو على الشرك ولكن أراد التوبة، ما حكمه يوم القيامة؟
يعني اضرب مثالا حتى تعي، لأن أنت بتسأل سؤال عام بس أنت مش هتاخد بالك أضرب مثالا. شوف، أضرب مثال. أنا قلت أحد من الناس زيد من الناس من الكافرين. شوف، زيد من الناس وهو يعتبر نفسه من المسلمين وهو يدعي الإسلام وهو كان يصلي ويصوم ويحج، ولكن في نفس الوقت كان يستغيث بغير الله وهو وقع في الشرك الأكبر. في نفس الوقت الذي كان يدعي أنه مسلم ولكن يفعل الشرك الأكبر، وفعل أن فعله ما فهم أن فعله شرك، ولكن أراد أنه يتوب من كل شرك ومات وهو على الشرك وما فهم أنه في الشرك الأكبر. ما حكمه وهو بين المسلمين يقرأ القرآن والسنة ويفهم؟ طيب أنت تقصد ماذا أفعل أنا؟ أنت كمسلم ما تفعل تجاهه ولا بتسعى عن الحكم بتاعه؟ لا، ما حكمه في الدنيا والآخرة؟ ما إيه؟ ما حكم هذا الرجل الذي يدعي الإسلام ويفعل الشرك الأكبر وما يفهم أن فعله شرك الأكبر؟ ما حكم هذا الرجل في الدنيا وفي الآخرة؟ شوف يا أخي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أولا نسأل الله أن يعلمنا من علمه وأن يفهمنا بفهم نبيه صلى الله عليه وسلم. المسلم الذي يشرك بالله ثم يقول أنه كان لا يعلم وأراد التوبة، فالتوبة لا تأخذ شيئا وإنما تقول أستغفر الله. طيب فإن لم يتب إلى الله فحكمه هناك حكمين، حكم له وحكم لي كمسلم تجاهه. حكمه أنه إذا أشرك بالله فهو من المشركين، لم يتب هو في النار. طيب هذا حكمه. طيب فما حكمي أنا؟ حكمي أنا تجاهه أن أنصحه بأن يتوب إلى الله، فله حكم عند الله بينه وبين الله، وله حكم بينه وبيني. حكمه عندي أن أنصحه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله إلى آخره، قال كذا كذا الحديث. أما حكمه هو الخاص به بينه وبين الله: من مات مشركا بالله فهو في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث، منها ما أخرجه الإمام أحمد كما قلت آنفا: إن الدواوين عند الله ثلاثة، فديوان يغفره الله، وديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله. فأما الديوان الذي يغفره الله فظلم العبد لنفسه، أكل طعاما زائدا، فعل إلى آخره. فهمنا. وأما الديوان، ولكن المشكلة حتى نفهم المكان المشكلة. أكمل الحديث. ثواني دعني أكمل بس الحديث حتى تاخد دليل. وأما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك. أحسن بارك الله فيك. وأما الديوان الذي لا يتركه الله يعني يحاسب عليه هو مظالم وحقوق العباد أو مظالم العباد. المشكلة أنت في أول كلامك هناك قبل 5 دقائق قلت هذا الحديث وقلت: من أراد الشرك أن الله يمتحنه، وقال العلماء هذا. شوف، إرادة التوبة. دقيقة لو سمحت. دقيقة لو سمحت. دقيقة يا عبد الله، دقيقة لو سمحت. إرادة التوبة هل هو نفس التوبة؟ من قال هذا الكلام: من أراد التوبة ومات على الشرك أنه تحت مشيئة الله؟ من قال هذا؟ وهل الإرادة هو نفس التوبة؟ يا أخي الله المستعان. وقلت سؤال ثاني، وقلت التوبة هو أستغفر الله. هل التوبة من الشرك؟ هذا السؤال ممكن تكتب وتجيب، ما في مشكلة. حتى أنا ما اسمعني بس لو سمحت يعني. اسمعني حتى أفهم. اسمعني. ما في مشكلة. أعد النقطة الأولى. أنت تقول أني قلت. أنت قلت كلام ما فهم الناس. الكلام هو قلت بهذا المعنى، ما أكرر بنفس اللفظة التي أنت قلت، ولكن أنا أكرر بالمعنى الذي قلت. شوف، الذي أنا فهمت كلامك هكذا كان: الرجل إذا مات وهو مشرك وأن الله يوم القيامة يعذبه وما يبالي. هذا القسم الأول صح، ما في مشكلة.
القسم الثاني فيه مشكلة، هذا كلام، ولكن الرجل المشرك الذي مات ولكن قبل الموت أراد التوبة أن الله يمتحنه يوم القيامة. لا، هذا خطأ. هذا خطأ. هذا الذي أنا فهمت من كلامك، ولذلك أردت أن يعني أبين ماذا تقصد من هذا الكلام يعني. طيب بارك الله فيكم، اسمعني. سأقول جملتين مختلفتين في الحكم متفقتين في اللفظ تقريبا، هل تسمعهم؟ تفضل. الأولى: من مات مشركا فهو في النار، كما قال الجبار في القرآن وقال العدنان في السنة. أحسنت. أما المسلم العاصي في حد من الحدود كقتل النفس تحديدا، خد بالك من الكلام بقى، وتاب إلى الله أو أراد التوبة إلى الله فلعله تاب، فأمره عند الله لا يعلم سره إلا الله. أحسن. الآن أنا فهمت كلامك، ممكن أكرر لك حتى نبين؟ كان إمام أو كده يقول يعني من مات ذا ذنب مما هو معلوم من الدين بالضرورة وأراد التوبة ولا نعلم تاب أم لا، نقول حكمه إلى الله، لعله تاب ولعله لم يتب، فيغلب، فنأخذ هنا الحكم بالشبهة، والشبهة هو أنه تاب، فنعامله كمسلم ما كان في حكم من الأحكام الشرعية المعلومة، وليس في الشرك وفي الكفر، ليس في الشرك والكفر. أحسن. بدليل كذا، فأخوه كان بيسأل عن إيه؟ عن من أذنب في المعلوم من الدين بالضرورة وليس في الشرك. إنما لو قال من مات مشركا في النار على طول، من مات كافرا في النار على طول. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام مسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي الإسلام وهو يقع في شرك الأكبر وكفر الأكبر، نحكم له أنه كافر أو مشرك، هكذا؟ ثاني عد. رجل زيد من الناس هو يدعي أنه مسلم، ولكن ومع ذلك وهو يحكم بغير ما أنزل الله، مطلقا يحكم بغير ما أنزل الله، أو وهو يعبد القبور، يستغيث بالقبور بالأموات، عفوا وغير ذلك. عفوا أخي، النت قطع وأنا شغلت النت بتاع التليفون. أعد السؤال مرة أخرى. عفوا. زيد من الناس يدعي أنه مسلم. نعم. أنه مسلم، يدعي أنه مسلم، يصلي يحج وغير ذلك، ولكن وهو يذبح لغير الله، يطوف في القبور، وهذه الأعمال الشركية، أو يحكم مطلقا بغير ما أنزل الله. ماذا نحكمه هنا الآن نحن في الدنيا؟ شوف يا أخي، في هذا حكمان: حكم بينه وبين الله، حكم شرعي، وحكم بينه وبين الناس. الحكم الذي بينه وبين الله أنه من غير المسلمين إن مات على ذلك، والحكم الذي بينه وبيننا كمسلمين أن نناصحه، فنقول له هذا كفر، هذا شرك، هذا حد، هذه كبيرة، هذه معصية، هذا إثم، إلى آخره. ولكن ماذا نحكم له؟ هل هو مسلم عادي أم كافر مشرك؟ إن مات على ذلك هو كافر. لا شوف، خلي من الموت. الآن نحن شفنا بأعيننا أمامنا زيد من الناس، أنت تشوفه وهو يعبد القبور ولكن وهو يصلي، ماذا نحكم له؟ هل هو مسلم عاسي أو ادعاؤه كذب وهو كافر مشرك؟ ماذا نقول له؟ كيف نعامل معه؟ نعامل معاملة المسلم أو نعامل معاملة الكافر؟ شوف، نقول مسلم مشرك، مسلم مشرك، فإن مت على هذا فأنت من المشركين وبالتالي في النار. يعني لو سمحت، يعني هذا الرجل الذي يدعي الإسلام ويعبد القبور ويحكم بغير ما أنزل الله هو مسلم ومشرك؟ نعم، هو مسلم ابتداء في أنه قال لا إله إلا الله، مشرك انتهاء في أنه يعبد غير الله، وبالتالي إن مات على ذلك فهو في النار. ومن ثم دعني أكمل حتى تفهم. يعني هذه أحكام شرعية ودقيقة وكلام كبير.
هو مسلم ابتداء لما قال لا إله إلا الله، مشرك انتهاء لما أشرك بالله وعبد مع الله غيره، فإن مات على ذلك هو من المشركين أي من النار. فماذا يجب علينا؟ أنا فهمت مقصد المسلم. شوف أولا قلت شوف هذا طريقتك ليس شوف كلامك مفهوم. أنت قلت الرجل زيد من الناس يشرك أمام عينيك، أنت تقول هو مشرك ومسلم، كيف هذا؟ وبعدين تشرح قولك وبعدين تقول ابتداء مسلم انتهاء. نحن ماذا نقول؟ نأخذ ابتداء أو نأخذ انتهاء؟ ماذا نأخذ؟ طيب ما نأخذ مع بعض جميعا. طيب تسمع مني؟ تسمع من أخي؟ تفضل، ولكن أنت تمشي إلى هناك وهناك، هذا ليس بضروري. أنت تستطيع أن تجب واضح وصراحة. شوف، ابتداء مسلم انتهاء مشرك، نحن نأخذ الابتداء أو الانتهاء أحد منهم، أو نأخذ مسلم ومشرك جميعا، نقول هذا مسلم ومشرك كما قلت. أنا والله أول مرة أسمع مسلم ومشرك، ولكن ما أعرف ماذا تقصد. للمرة الثالثة أنا أقول لك اسمع مني حتى تفهم، لسه كلامي ما خلصش. تفضل. وهذا يمين ويسار، وهذا كلام واضح، أنت تستطيع أن تجيب بكلمة واحدة. ليس لا لو سمحت عبد الله، أنا كل مرة تقول دقيقة أنا أسمع. شوف، أنا في نصف الليل في مكان، أنت في نصف الليل، الله بارك فيك. شوف، أولا صراحة تجيب وبعدين تمشي إلى يمين ويسار، هذا ليس طريقة. شوف، الرجل أمام عينيك. شوف، اسمع، دقيقة، أنا أقول لك دقيقة. كم مرة قلت دقيقة؟ صل على النبي، أنت صل على النبي يا عبد الله. كم قلت لي دقيقة؟ كم مرة قلت لي دقيقة؟ أنت ضيوف في هذه المجموعة، ولذلك أنا كل مرة قلت دقيقة أنا قلت طيب ما في مشكلة، ولكن الآن أنت دقيقة اسمعني. أنت تجيب في أول مرة تجيب السؤال بالشبهة، ولكن إذا تركناك تمشي على هذا الطريق، ولكن إذا أخذناك بالسؤال الثاني تشرح وتترك عقيدتك الأولى أو ترد قولك الأولى. شوف، أنا قلت لك هناك في شباب يعرفون العربية جيدا هناك. شوف، أنا قلت لك، سألتك زيد من الناس يدعي الإسلام، هو يعبد القبور ويحكم مطلقا بغير ما أنزل الله، ماذا نقول له؟ أنت قلت عند الله إذا مات وهو مشرك، ما في مشكلة، ولكن في الدنيا ماذا نقول له؟ الآن نحن كيف نعامله؟ أنت تقول مسلم ومشرك. بعدما قلت لك كيف مسلم ومشرك، كيف نعامل معه؟ هذا جوابك باطل فاسد. من قال هذا الكلام؟ لا، ما قال أحد من الناس، ولا يقول علماء أحد من الناس ما قال هذا إلا غيرك، إلا أنت وبعض المعارف. يعني العلماء ما قالوا مسلم ومشرك، الشرك والإسلام ما يجمع. أن تقول أو الإسلام أو المشرك، نقبل منه إسلاما أو نقبل منه كفرا، ونعامل معه بالإسلام أو نعامل معه بالكفر، لا نعامل معه بالكفر والإسلام. وبعد هذا الذي إذا شوف، بعد هذا كلامك أنا أخذتك بسؤال، أنت تقول تمشي إلى طريق ثاني وتقول انتهاء مسلم، ابتداء مسلم وانتهاء كافر. شوف، لو طيب بارك الله فيك، إذا كان ابتداؤه مسلم وانتهاؤه كافر، نحن كمسلمين هل نستطيع أن نأخذ ابتداءه ونترك انتهاءه، أو نحكم بانتهائه ونترك ابتداءه؟ ماذا نفعل؟ أو نجمع ابتداءه والانتهاء معه؟ وهذا كل هذه الشبهات من قولك الواحد. قولك يعني كان فيه شبهات، ممتلئ بالشبهات، يعني حتى الآن ما فهمت هل هو مسلم أو كافر عندك. هل انتهيت يا أخي؟ أي نعم طبعا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أرجو أن تسمعني. في اللغة العربية القاعدة تقول عاجز الكلام يشرح صدره، يعني آخر الكلام يشرح بدايته، فأهم الكلام دائما آخره وليس أوله. قال الله تعالى ألف لام ميم، فلم تفهم العرب ولا سيما قريش وهي لغتهم، فقالوا كيف لا نفهم كلاما هو لغتنا ونحن أعرب العرب فيه؟ ما لهذا الكلام الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال حكيمهم، اسمع من أخي، دعنا نتهادى العلم. فقال حكيمهم وكبيرهم اسمعوا، فعجز الكلام يشرح صدره. فلما سمعوا قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، إلى آخر ما قال سبحانه وتعالى.
هذا مثالك لا يضرب هنا، هذا مثال عبد الله لا يضرب، هذا خطأ، هذا مثالك الذي أوردته خطأ، لا يجوز. أنت كلامك كان واضحا بلغة العربية، أنت قلت الرجل الذي يشرك بالله وهو مسلم مشرك، ليس مثل من يقول ألف لام ميم. ألف لام ميم هذا حروف هجائية ليس له معناه عند الله سبحانه وتعالى، ولكن كلامك معروف. لماذا يقيس كلامك الواضح الصريح بكلام الله سبحانه وتعالى بالحروف الهجائية؟ هل هذا قياس صحيح جلي أو قياس فاسد؟ لماذا تأخذ الوقت ويقيس قياسك الفاسد؟ هذا لا يجوز. أنت شوف، أنت هناك لابد أن تجيب جواب صريح واضح، ما تأتي من هناك من بعيد. وهذا قياسك كمان أنا أعتبره قياس فاسد، لأنك تريد الآن تقول أنت ما فهمت كلامي وكلام الثاني يفهم منه، ولكن كلامك ليس زي كلام ألف لام ميم. ألف لام ميم حروف هجائية ليس له معنى إلا عند الله سبحانه وتعالى، ما يعرف الناس، ولكن كلامك مشرك مسلم كلام واضح صريح ويفهم منه أي نفر أن الذي يفعل الشرك وهو مسلم في ذات الوقت ومشرك في ذات الوقت. ولذلك أطلب منك يا عبد الله، أنت ما تجيب بمثال من بعيد، أنت تجب صراحة من أين قلت الذي يفعل الشرك مشرك ومسلم، وبدايته إذا كان مسلم ونهايته إذا كان مشرك. هل نستطيع أن نأتي بالبداية؟ هل هذا يجوز؟ إذا ما انتهيت يا أخي فأخبرني. انتهيت، ولكن إذا جئت من بعيد كمان أبدأ يا أخي، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا ليس من كلام العلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أتريد أن نتهادى العلم أم أن نتناطح في العلم؟ لا نتهادى، أي نحب بعضنا في العلم. هذا ليس، هذا كلامك ليس. أنا ما أقبل. أنا سألتك شوف، لا أنا آتيك لك. شوف أنا الآن كمان ممكن أتركك، ممكن أنا ما أستطيع أن أتحدث معك، ممكن يتحدث معك الشباب الآخرين. أنا حينما سمعتك من تحت من أول مناقشتك سمعتك، كنت أسمع أنت وأخ في كلامك هذه الشبهات كثير، ولكن إذا يسألك أخ مرة ثانية أنت تمشي إلى طريق ثاني، هذا ليس جيد. أنت أول شيء أنت عقيدتك أنت تدعي أنت أهل السنة والجماعة، لماذا أنت تجي من بعيد؟ لماذا أول في كل كلامك تبدأ بالنصيحة وتأتي بهذه القياسات؟ لا، أنت تجيب على طول على السؤال الذي نحن نواجهك بهذا السؤال. الرجل الذي يفعل الشرك ويفعل الكفر الأكبر الظاهر وهو يدعي أنه مسلم، ما هو حكمه في الدنيا والآخرة؟ أنت قلت في الآخرة مشرك وفي الدنيا أنه مسلم مشرك، من قال هذا الكلام؟ هل للمرة السادسة هل انتهيت من كلامك؟ انتهيت، ولكن تجي بالجواب، ما تبدأ من بعيد. أقول لك ما تبدأ من نصيحة، لا تنصحني ولا تجي بالقياسات الباطلة، أنا أرد مباشرة. أنت تجب على السؤال. الزيد من الناس ادعى الإسلام وهو في ذاك الوقت يشرك بالله ويحكم بغير ما أنزل الله، ما هو حكمه في الدنيا؟ نحن ماذا نفعل؟ لأنك كررت كلامين، أول قلت أنه عاص مذنوب واتجاهنا ووظيفتنا أن نحن نقول ننسحه، ولكن ما قلت نكفره. ما في مشكلة، جيد، ولكن هذا عقيدتك، ننسحه ولا نكفره، أو نقول مشرك مسلم، ماذا تقصد؟ تجب على السؤال. طيب للمرة السابعة، الجميع يسمع من يتحدث العربية، لو انتهيت من الكلام فاسمع من أخي. بارك الله فيك. بداية أنا السؤال، أنا الجواب على السؤال. بداية أرجو أن تستمع إلي حتى أنتهي، فيبدو عفوا يعني من اختلاف اللغة أنا أتيك وقتا سؤال واضح، شباب يسمعون سؤال واضح، ما في مشكلة. أتيتك وقتا، ماذا تريد تتحدث، ما في مشكلة. بارك الله فيك. نسأل الله أن يهدي قلوبنا إلى ما يرضي ربنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قولوا أمين. بداية نقول في اللغة العربية: عجز الكلام يشرح صدره، فالله قال ألف لام ميم، فلما لم يفهموا أنصتوا ليسمعوا آخر الكلام، فإن آخر الكلام يشرح بدايته. فأنا حينما أتحدث
وأنت عفوا أنا آسف قاطعت 7 مرات، هذه المرة السابعة، لم تفهم ما أقصد. فالقياس هنا الذي أقوله في ألف لام ميم وما إلى ذلك هو أنك لم تصبر حتى تسمع. نقول المسلم الذي يدعي الإسلام ثم أشرك بالله فعبد مع الله غيره وما إلى ذلك هو مسلم ابتداء فيما قال، مشرك انتهاء فيما فعل، والعمل دليل على القول، فإن صح فهو صحيح، وإن بطل كالشرك فهو مشرك. فبيحكم على الإنسان بما فعل نهاية. لما؟ لأن العمل دليل على القول. هذا بالنسبة للفاعل. أما بالنسبة للمسلمين ما يجب علينا أن نناصح بعضنا. بس هذا باختصار. الله أعلم. عبد الله دكتور فهمت منك، أنا فهمت. ثاني بس بعد إذنك، ثاني حتى أكمل. النقطة الثانية سؤال في هذا الموضوع الذي الآن أنا قلت. طب اصبر علي. ثانيا أنك عفوا يعني أنك قلت أني مثلا أراوغ أو أقول يمين ثم يسرة وما إلى ذلك. هذا يا أخي لم يحدث مني ولا أفكر فيه مطلقا. يعني أحسبني والله حسيبي لا أخاف في الله لومة لائم. ما كان علما قلته، وما كان فيه مضرة ولم يكن علم واجب شرعا فلا أقوله ولا أنظر إليه. بارك الله فيك، أنا فهمتك في هذا الموضوع الذي قلت في الأخير فيه لكن مشاكل كم. معلش اصبر بس علي. فقد آمتني هذه الكلمة، ولكن ألم الأخوة إن شاء الله نسأل الله أن يكون دينا بمعنى الصبر. نسأل الله أن يعلمنا الصبر وأن يجعلنا من الصابرين. آمين. فأنت حينما قلت كلمة معناها أني أراوغ أو أرد على أحد بإجابة وعلى أحد بإجابة، لما؟ لأن الآن أقول لك اسمع الجملة، لأن المستفتى أسير السؤال، فكل كلمات إذا كنت أسير السؤال يا أخي اسمعني هذا الكلام كله خارج عن الموضوع. وقتي يمشي ووقتك يمشي. شوف الآن نصف الليل، أنا تذكرت لك قبل شوية. خلي نمشي في هذا الموضوع. ممكن سؤال؟ تفضل. طب الأول خلص النقطة الأولى. الآن أنت النقطة الأولى ما خلص. النقطة الأولى أنت قلت الرجل زيد من الناس يحكم له بانتهائه. شوف دقيقة فيه شبهة كبيرة. شوف قلت زيد من الناس يدعي الإسلام وهو يفعل الشرك الأكبر وكفر الأكبر. قلت أو بدايته مسلم ونهايته كافر، نحن نحكم بنهايته. شوف ولكن نحن الآن شفنا زيد من السؤال. الآن فهمت. الآن سؤال. نحن الآن أمامنا زيد من الناس، نحن ما شفنا نهايته. الآن هو يفعل الشرك وكفر أمام أعيننا، نحن ما نعرف انتهاءه كيف ينتهي. ماذا نحكم له؟ هل هو كافر أو مسلم؟ يا أخي ما هو فعله للشرك هذا هو الانتهاء. قوله صغيرا أو ما إلى ذلك إنما مشرك يا أخي. تمام جيد. هذا هو. خد بالك الكلام ده دقيق. طب بس اسمع، الكلام ده دقيق وكل كلمة لها معنى. المسلم هضرب لك مثل عشان يوصل لك المعنى بسرعة. لو هناك مشرك لو هناك كافر لا يؤمن بالله ولا برسوله من النصارى أو اليهود أو العلمانيين ويعبد القبور، والصورة الثانية مسلم ويعبد القبور، فالأول كافر والثاني مشرك. الأول لا تنفعه مني النصيحة، دي النقطة اللي أنا أقصدها بقى، لا تنفعه مني النصيحة في الشرك. لما؟ لأنه أصلا كافر. أما الثاني فيقول لا إله إلا الله لكنه يفعل ما يخالف لا إله إلا الله عملا وليس قولا، عملا، والعمل أقوى من القول، فهذا انتهاء يسمى مشرك. فحكمه عند الله أنه من المشركين إن مات على ذلك وقد فعل، فهذا الفعل هو الدليل والفعل أقوى من القول. دي نقطة. النقطة الثانية فعل الشرك هو الانتهاء والعياذ بالله. هذا بالنسبة إلي. أما بالنسبة إلي أنا كمسلم فماذا أفعل؟ أنصحه. الحكم الخاص بي من باب قوله عز وجل لا تكلف إلا نفسك، لي عليه أو له علي النصيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة إلى آخره. أما هو مشرك نعم. لما؟ لأنه انتهى بالشرك. دي نقطة. والنقطة الثانية أنه عملا
كان مشركا وإن قال لا إله إلا الله للأسف. فالقول لابد أن يدلل عليه العمل، وهذا هو المراد من الكلام، لكني أردت أن أوضحها بس أنت ما صبرتش عليه. خلاص أنا فهمت كلامك صح، الآن كلامك صح، ولكن شوف حينما أجبت إجاباتك بصورة مختصرة يعني غريبة جدا، بصيغة فيه تفصيل. إذا فصلت الكلام الحمد لله نفهم، ولكن إذا أجبت بصورة مختصرة، بصورة إذا ما سألناك سؤال ثاني رابع خامس هكذا سؤالات، وهذه جوابك الأولى يبقى معه شبهة كبيرة. حينما أقول لك زيد من الناس يفعل الشرك، أنت تقول مشرك ومسلم وتترك الكلام، وأنا سألتك بعد هذا الكلام، وإذا ما سألتك أنت تبقى هكذا المسألة ونترك هذا الموضوع، وبعد هذا كلامك خطير جدا. ولكن أنا أقول لك من قال من العلماء أن الذي يفعل الشرك والكفر ابتداء نقول له مشرك ومسلم ثم نفصل، من قال هذا؟ لا يا أخي، هذا عفوا أنت تقول الآن أنا آسف خطأ، اللي بتقول دلوقتي خطأ. شوف الآن عندنا موجود، شوف لو سمحت، الآن عندنا موجود شباب يسمعوننا باللغة العربية. هل أنت قلت زيد من الناس الذي يدعي الإسلام مشرك ومسلم، هل قلت أولا أو لا؟ لا، مسلم ومشرك. فأنت قلت كيف مسلم مشرك؟ مسلم ومشرك ما في مسلم ومشرك. لا في فرق. أقول لك طب اصبر علي. اصبر لو سمحت. هذا مسألة من أصول الدين، هذه المسألة من كفر الأكبر والشرك الأكبر الظاهر من أصول الإيمان. كيف أنت تقول زيد من الناس، يسألك أحد من المسلمين يسألك زيد من الناس يفعل الشرك وكفر، وأنت تقول مسلم ومشرك وتترك المسألة، وحتى أنا أسألك مرة ثانية وبعدين تشرح، هل هذا صح؟ وأقول يا أخي المسألة لم تترك، ولكن جبني من العلماء. شوف لو سمحت هذا جوابك ليس صح، هذا جوابك. أقول لك 100% وآتيك بالأدلة من العلماء ومن الأدلة من الله سبحانه وتعالى ومن السنة. هذا طريقتك في الجواب في نفس العين المشرك غلط وخطأ 100%. جبني من العلماء، آتني من العلماء، أحد من العلماء قال أولا نقول مسلم مشرك، من قال هذا؟ طيب أولا أنا لم أسكت، أنا كنت أتحدث وأنت قاطعت الكلام 7 مرات، هذا ما أحدث عندك ما قلت. فأنت لو سمعت كلامي إلى آخره لفهمت، فإن آخر الكلام يشرح أوله، كما ضربت لك مثالا بقول الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حتى أقول لك أنت تكرر خطأ مرة ثانية. لا هذا ليس جيد. لا نصبر على كلامك الخطأ. لا شوف، ممكن يصبر أحد 7 مرات وبالتالي لم تفهم، وبالتالي عفوا أضررت بنفسك وأضررت بي وأضررت بالناس. ممكن يصبر أحد من الإخوة، الآن أنا أخرج، ممكن يصبر لك أحد من الإخوة. عندك طريقة ليس جيدة في أصول الدين. لماذا؟ أنت قلت أنا ما أخاف من لومة لائم، ولكن أنت تقول في كلامك الثاني بعده الجواب عن كفر من الكفر بالطاغوت هذا مسألة سياسية. الكفر بالطاغوت هذا هو مسألة سياسية؟ من قال هذا مسألة سياسية؟ هذا من أصول الدين. أنت تقول أنا ما أجيب هذا بقصد الضرر، هذا سؤال. أنت لا تفهم ما قيل، أنت تتحدث في أمر آخر. اصبر واسمع. رقم 1، أنت قاطعت 7 مرات في الكلام الثاني. أنت كررت هذا الكلام 20 مرة، أنا أقاطعك مرة بعد مرة. شوف أنا أقاطعك مرة بعد مرة لأنك أنت تكرر هذا الكلام. أنا قاطعتك لأنك مثالك ليس جيد، مثالك باطل. ممكن تزعل مني، طريقتك باطلة. أنت الآن تمشي ليس بطريقة أهل السنة والجماعة. ما أعرف الإخوة ممكن يعتقدون غير هذا. أنت تمشي بطريقة فيه شبهة وفيه أباطيل، وطريقتك ومنهجك ليس لأهل السنة. أنا أسألك أنا أتكلم معك. خلاص أنا أتكلم، ممكن ما تتكلم، ممكن لأنك تجي من بعيد. أنا قلت لك يا أخي اسمعني. أنا قلت لك اسمعني أنت اسمعني. أنا قلت لك لا تجي من بعيد. سمعت 9 مرات، أنت قاطعت 9 مرات. الآن 9 مرات
إذا كررت هذا أنا والله أعلم، أنا أخرج من مجموعة ممكن يتحدثون هذه الشباب معك، ولكن هذا الطريقة ليس جيد يعني. يا علي المهاجر، يا أخي الله المستعان، أنت قاطعتني 7 مرات لذا لم تفهم النقطة التي تحدثت فيها أنت، هذه الثانية. أما الأولى فإن الأخ السائل الذي سأل أولا ذكر اسما معينا وقال هل هو مسلم أم كافر، فقلت لا أتحدث في أمور سياسية. إنما أخونا هذا ليس أمور سياسية، هذا أمور من الدين. هل يلتزم الدين؟ هل السياسة ليس من أصول الدين؟ يا أخي اسمع حتى أكمل حتى تفهم، أنت كده تقاطع فلن تفهم. سمحك الله، أرجو أن يتدخل ليرتب الحديث، أريد مرتبا للحديث. يا أستاذ علي المهاجر، أخي يا علي شباب الله بارك فيكم، يا شباب الله بارك فيكم. هذا أخ هنا عندنا أخي أبو عائشة وغيركم تحدثوا مع الدكتور عبد الله، أنا ما فهمت طريقته، وطريقته اللعبة ليس من أهل السنة والجماعة طريقته، وهو من أول كلامه إلى آخر كلامه تقريبا 16 موضوع أخطأ فيه ولكن ما يقبل. أنا كتبت هذا الآن، عندي كتابة موجودة. هو دائما يقول ويأتي بالمثال وهذه الأشكال ما أعرف، ولكن أنا أقول لكم طريقته في الجواب باطلة، ليس من أهل السنة والجماعة والله أعلم. أولا يقول باطلا والثاني يرجع عن أباطله بلا حجة وبلا استثناء. أول يقول باطلا صراحة، وحينما ندرك أباطله وهو يرجع ولكن ما يقبل كلامه الباطل الأول، كمن قال أن الذي يموت وهو مشرك هو في مشيئة الله، هو في أن الذي يفعل الشرك وهو يريد التوبة ومات ولم يتوب وهو تحت امتحان. وقال العلماء قال، ولكن بعد قليل يرجع عن قوله ويتهمنا، يرجع عن قوله. أنت ترجع، أنا مسؤول من هذا المجموعة، أنا مسؤول. الله المستعان، توقف قليلا لو سمحت، توقف قليلا. أريد أحدا مسؤولا عن الغرفة، أريد ترتيبا للحوار. أريد أخ عبد الله ممكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ أبو محمد مدني. الله أين شيخنا؟ شيخ جوشو ساکت باشین برادرها، ساکت باشین. أنا أريد مرتبا للحوار ليس إلا، هل يمكن؟ الحمد لله، هو كل شيء 100%، بس تمام بالموضوع نحكي كل شيء بالحدث مضبوطة. تمام دكتور عبد الله، عندي سؤال. السلام عليكم ورحمة الله. اسمي أخي كريم، هل تقصدك عن قولك يعني بدايته أي هو مسلم، هل تقصدك هذا انتهاء بالانتهاء يعني هو عمله الشرك والكفر؟ هل هذا قصدك يعني أخي كريم؟ هذا يعني عمله يعني الشرك والكفر، هل هذا تقصد أو كلام آخر يعني؟ طيب عفوا، أريد أحد يرتب الحوار حتى لا يحدث ما حدث مرة أخرى، هل يمكن؟ والله أعلم، أنا ليس هنا. أنا أريد أحد يرتب الحوار، يعني حينما يتكلم المتكلم أيا كان يسمع الآخرون، وحينما يرد أحد يسمع الأولون. أخي هل يمكن أن يرتب الحوار أحد؟ اسمع هل ممكن ولكن سؤال هذا الرجل أبو محمد، هذا سؤاله واضح. هل كيف نعامله معه؟ يعني هل هو يعني مسلم إذا مات؟ هل أين هو؟ سبحان الله.